السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد معايا في قناتي هو الدار أسماء. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ولقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال إن شاء الله. شكر خاص للناس كاملين اللي سولوا فيا، الله يكبر بكم. أنا رجعت لكم وماشي بيدي خاوية، رجعت لكم بوصفة ديال لي كوكلي اللي كيجيو معمرين ومحمرين من داك الشي رفيع، طبق للضيافة تفرحوا به الصغير والكبير. ولا كنتو اول مره كتزوروا قناتي مرحبا بكم. ما تنساوش الاعجاب بهذا الفيديو والضغط على زر الاشتراك والجرس باش ديما توصلوا بجديد فيديوهاتي. كمقبلات قدمت داميني بالسطيله اللي بالدجاج وباللوز على الطريقه المغربيه، بريوات اللي بالقمرون والخضر مشكله، وكذلك داميني كيش اللي بالطون وبشاركوتري. كأطباق رئيسية قدمت الطبق الأول الكوكلي اللي معمر، والطبق الثاني هو الكتوفة ديال الغنمي اللي محمرين في الفران وكيجي طايب زبدة مع خضر اللي صوتي. سبق لي وشاركت معكم الوصفة ديال الكتف، غادي نخلي لكم جميع الروابط تحت هذا الفيديو في خانة الوصف. كتحليات قدمت تشكيلة من الكؤوس ديال التيراميسو، كذلك باناكوتا بحليب جوز الهند والفواكه الاستوائية، وكريمة ديال الحامض بالكولي ديال الفخومبواز أكثر من رائعين. وقدمت كذلك فلون منزلي ناجح 100%. سبق لي وشاركت معكم الوصفة، غادي نخليها لكم تحت هذا الفيديو في خانة الوصف. كيجي رائع، واللي ذاقوا عندي كيطلب مني الوصفة وكنطيبه غير في المقلة. وما كايناش ضيافه مغربيه بلا الطبيله ديال الشريباتي واللي كانت مشكله ومنوعه. غادي نخليكم حتى النهايه ديال المقطع، هاد غادي نوريكم طريقتي في تحضير الكوكلي. ليلة قبل غادي نحضروا التتبيله. غادي نحتاجوا ربيطه ما بين القزبر والمعدنوس، 5 ديال الدروس كبار ديال الثوم، حامضه مصيره باللب ديالها، معلقه صغيره ديال السمن الحر، 3 ديال الدويمات ديال الزعفران، الملح والابزار اللي على حسب الذوق، معلقه صغيره ديال السكينجبير، ومعلقه صغيره ديال الخرقوم، وكاس ديال الماء. غادي نطحنوا كل شيء مزيان في الاشواغ وغادي نفرغوهم في واحد الاناء. نوضعوا الاناء جانبا وغادي ندوزو باش نحضروا الحشوه. في اناء غادي نوضعوا ربطه ما بين القزبر والمعدنوس، الزيتون الخضر اللي مقطع، الثومه غبره، القليل من الابزار وسكينجبير، القليل ديال الزيت البلديه. بطبيعه الحال ممكن تضيفوا الشرموله وكذلك اللب ديال الحامض مصير، انا ما بقاش ليا. وغادي تضيفوا معلقه الهريسه، انا درت غير الحار اللي كيعطي البنه وما تيحررش، كيتسمى لو بيمون فيجيتاريان. غادي نخلطوا كل شيء مزيان حتى تندمج لينا جميع العناصر. عاد غادي ندوزو باش نتبلوا لي كوكلي ديالنا اللي تيكونوا مغسولين مزيان بطبيعه الحال. ما تنساوش تقبوا الصدر ديال الدجاج وتدخلوا فيه التتبيله، وكذلك ما بين الجلده وما بين الهبره. دونك غادي نتبلو مزيان لي كوكلي ديالنا من جميع الجوانب. عاد غادي ندوزو باش نعمروهم. غادي نعمروهم بتقريبا واحد 3 ديال المعالق كبار ديال الحشوه الى 4، تيبقاو على حسب القياس ديال لي كوكلي ديالكم. وغادي نسدوهم مزيان ونخليوهم حتى يتشربوا لينا داك التتبيله مزيان. منين تيتشربوا لينا مزيان داك الشرموله ولا التتبيله، كناخدو واحد الطنجره. انا هنايا استعملت جوج حيت ما عنديش وحده كبيره. كنوضعوا فيها كيلو ونص ديال البصله اللي مشلطه ولا مقطعه مكعبات صغيره، كنضيفوا زيت الزيتون وكنوضعوا لي كوكلي ديالنا يطهوا. ما تنساوش باقي التتبيله اللي كتبقى في الاناء كنفرغوها، ما كنضيفوش الماء، كنخليوهم يطيبوا غير هكذا. كنغطيو عليهم ونخليوهم منين كيطيبوا كناخدو زلافه كنوضعوا فيها القليل من الزبده مع الخرقوم وشويه ديال البزار، وكندهن لي كوكلي ديالنا من جميع الجوانب. اولا ممكن تطهيوهم ليله قبل وحتى لا غد ليه عاد تحمروهم، يعني النهار ديال العراضه كيبقى لكم بطبيعه الحال
كامل الاختيار. دونك غادي ندهنوهم مزيان بداك الخليط، وغادي ندخلوهم يتحمروا من الجهتين في فرن اللي مسخن مسبقا على 180 درجة، ما كاينلاش تسخنوه كتر. وهكذا كيجيو رائعين، واحد اللون ما نقول لكمش. بالنسبه للعنيقات كنطيبهم في طنجره، وفي الطنجره الاخرى كندير الكانصه اللي طيبتها مسبقا، سلقتها في الماء والملح وشويه ديال الخل وقطعتها طريفات صغار. عاد كنحيد العنيقات ملي كيطيبوا ابار، وكنخلي الكانصه تزيد طيب، راكم عارفينها كتاخذ الوقت. كنخلي كلشي حتى كيتعسل مع بعضياتو، عاد كنضيف في الاخير دوك العنيقات اللي طيبت وحيدت قبل. كنخليها كتعلك مزيان وكنغطي عليها، كنخليها جانبا حتى كنبغي نقدم الطبق ديالي. وهذا هو الطبق ديالي اللي قدمته بطريقه مغربيه تقليديه بطبيعه الحال، اللي كيجي رائع، تيجي معمر ومحمر من داك الشيء الرفيع. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون عجباتكم ونكون خفيفه على قلوبكم. غادي نخليكم مع بعض الصور والمقاطع، وغادي نقول لكم الى الملتقى ان شاء الله مع فيديو وفكرة جديدة. في امان الله.